حتى في منتجات الاطفال يقول لك عمرك ما هتعرف تستبدلني عشان انا انضف واحد. ده كلام المنافسين. تعالى بقى اوريك المحليين بيعملوا ايه. جاي لك مولود وعايزك تجهزي له من الالف للياء. تعالى اوريك بقى نعمل ايه. عندك شركات زي بندولين، سوبر كيدز، وايفا. عندك 3 شركات في السوق المصري اقوى جدا من البديل المستورد، سعر مميز وبجوده اعلى منه 100 مره. تعالى بقى نعمل تجهيز شنطه المولود. المولود هيجي اول حاجه هنروح المستشفى، يبقى هنجيب طقم المستشفى، الشامبو على حجم الترافل سايز، وكمان الشاور، كريم الحفاض، ولو هنجيب مثلا البرفيوم بتاعه. ده طقم مستشفى كده خفيف ظريف تقدر ان انت تاخديه معاكي المستشفى ومش هيكلفك كتير. حتى لو انت نسيت الحاجات دي هناك مش هيخسرك بمعنى اصح. تعالى بقى نخش في الكبير شويه. عندك من الاحجام دي الاحجام الكبيره طبعا الشاور البندولين، الشامبو البندولين، دي شركه. خش بقى في الشركه اللي بعدها، عندك الشامبو السوبر كيدز، وكمان البابل باث او الشامبو من شركه سوبر كيدز. تعال نخش في الشركه الثالثه، الشاور والكونديشنر والزيت والشامبو من شركه ايفا. عشان لما يقول لك انت مش تقدر تستبدلني ويستفزك، قول له يا باشا موجود كل الشركات المحليه المعروفه. طبعا الشركات دي النهارده ما شاء الله عامله شغل وتسويق جامد جدا في السوق المصري بقاله فتره، واللي عنده تشكيل كامل من الشركات دي هو النهارده اللي متميز. عشان كده هتجيلي علشان تتميز بالشغل ده اهو. لو انت شغال اطفال في ملابس الاطفال تقدر ان انت تكمل شغلك بالجزء ده بس، ومش هتحتاج فيه مجهود ولا سيوله كتيره. ولو انت مش شغال فيه فانا بنصحك تعمل تشكيل خفيف باقل الامكانيات.